المسلسل بيبتدي مع زانج، شاب وسيم بس فقير وخجول جدا. في ليله من الليالي وهو خارج مع اصحابه افتكر فجاه انه نسي موبايله في المحل اللي بيشتغل فيه، فقرر يرجع ياخده. وهو راجع للمحل كان في 3 حراميه لابسين اقنعه دخلوا علشان يسرقوا التحف الغاليه اللي في المحل، وما كانوش يعرفوا ان في حد جوه. زانج حس بوجودهم وبشجاعه قرر يطاردهم، قدر يكسر عظمهم وياخد اسلحتهم، وفي الاخر قتل ال3. بس طلع انه بيتخيل، بس كان اتحمس من تخيله وقرر يقاتل. لكن اول ما خرج بيتزحلق وقع على الارض. الحراميه لاحظوه وضربوه جامد، حاول يهرب لكن الازاز المكسور قطعت عينه وفقد الوعي. الحراميه خافوا من اللي حصل وافتكروا انه مات فهربوا من المكان. لما فاق زانج لقى نفسه في المستشفى، وهو خارج من الاوضه رايح للحمام الناس كانت بتبص له باستغراب وما كانش فاهم ليه الكل بيبص عليه كده. واول ما دخل الحمام بص في المرايه لقى عينه متغطيه بضماده بيضه واتصدم، بس اكتشف انه لسه شايف كل حاجه مع ان عينه متغطيه. كمان لما ركز بقى يقدر يشوف الحاجات اللي ورا الحيطه. اتخض وما كانش فاهم ازاي، خصوصا انه كان دايما بيعاني من ضعف نظر. رجع اوضته وقلع الضماده ولبس النضاره، لكن اكتشف انه مش شايف بيها خالص فقلعها. دخل عليه الدكتور علشان يكشف عليه، ولما زانج بص عليه عينه اتحولت للون الذهبي وبقى يقدر يشوف من خلال قناع الدكتور، لدرجه انه شاف حبايه في وشه. اتصدم وطلب من الدكتور يشيل القناع علشان يتاكد، ولما الدكتور شاله طلع كل اللي شافه صح ومش هلاوس. اتلخبط جدا وما كانش عارف يعمل ايه بالقدره الجديده دي. بعدها جات له الشرطيه موت حقق في اللي حصل، ادته تفاحه وزانج استخدم نظرته المتطوره واكتشف ان التفاحه بايظه من جوه. الشرطيه مو بدات تشك فيه وفكرت انه ممكن يكون متورط مع الحراميه علشان سابوه عايش، بس زانج اصر انه بريء. بعد ما خرج من المستشفى راح زانج لرئيسه في الشغل، واتفاجئ ان رئيسه اداله مرتبه الشهر الاخير وقال له انه مفصول. رجع زانج البيت وقعد مع اصحابه وكان قلقان من موضوع الديون اللي عليه. واحد من اصحابه وراله تمثال وقال له انها قطعه اثريه قديمه وسعرها $1000. زانج لمسه واستخدم قدرته واكتشف انه مزيف. اصحابه ما كانوش مصدقينه، راحوا بيه لسوق متخصص في التحف. صاحب المحل قال لهم ان التمثال ما يسواش اكتر من $5، وطلع زانج عنده حق. في المحل استخدم عينه الذهبيه وبص على تمثال تالي عند الراجل واكتشف انه قطعه نادره لكن متغطيه بالتراب. سالوا عن سعرها، الراجل قال انها $100 فاشترى التمثال. بس صاحبه هونج اتعصب وفكر ان اتنصب عليه. بعد شويه شافهم جامع تحف غني وشاف التمثال معاهم وعرض عليهم $1000، بس زانج رفض وقال انه مش ناوي يبيع. بعدها جاله راجل خبير في التحف وبص على التمثال وقال انه هيدفع له $10000. الكل اتصدم. الخبير نظف التمثال ولونه اتحول للاحمر واكتشفوا انه شجره نادره، واتفاجئوا ان زانج عرف كل ده من مجرد نظره. راجل تاني عرض $20000 فوافق وكان فرحان جدا علشان اخيرا يقدر يسد ديونه. بيرجع هو وصاحبه هونج البيت وبيقرروا يحتفلوا بطلب اكل كتير. بعدها زانج بياخد قرار انه يستخدم عينه الذهبيه علشان يبقى غني. تاني يوم بيخرج مع اصحابه وبيروحوا لمحلات مختلفه وبيدوروا على حاجات تاريخيه ثمينه، وبيستخدم قوته. في واحده من المحلات بيلاحظ شجره نادره وبيسال صاحب المحل عن سعرها. صاحب المحل بيقول له 5000، لكن صاحبه هونج بيقول لا دي تمنها غالي جدا. بس زانج بيرد عليه ثق فيا، لو بعناها في مزاد ممكن نكسب منها $50000. فبيوافقوا يشتروا الشجره. بعدها بياخدوها لخبير تحف علشان يقيمها، لكن المره دي الخبير بيقول له ان الوضع مختلف. جزء منها قديم فعلا لكن الجزء التاني مزيف، ولو اتباعت مش هتعدي تمنها $500. زانج بينصدم وبيتعلم درس مهم، انه ما يعتمدش بس على قوته، لازم كمان يعرف ويفهم اكتر عن التحف. ولما بيرجع البيت بيشتري كتب عن التحف القديمه وبيبدا يقراها وهو مصمم يتعلم اكتر. بعد كام يوم الخبير بيتصل بزانج وبيقول له على مكان بيبيعوا فيه تحف قديمه وبيعزمه يجي يختبر معلوماته الجديده، بس بينصحه انه يكتفي بالمراقبه وما يشتريش حاجه علشان ما يندمش. زانج بيتحمس وبيوافق يروح مع صاحبه هونج السوق، وهناك بيشوفوا حاجات قديمه وقيمه كتير. وبيلاحظ زانج تمثال صغير محدش مهتم بيه، الناس شايفينه مزيف، بس زانج حاسس ان في حاجه مختلفه. سعر التمثال 12000 لكن هو معاه بس 5000. فبيبدا يتفاوض والناس اللي حواليه بيضحكوا عليه، لكن راجل اعمال في السوق بيعجب باصراره وبيوافق يبيع له التمثال ب 5000 في الشارع. راجل الاعمال بيستغرب ليه زانج مصر يشتري التمثال ده، فزانج بياخده للخبير. الخبير بيفحصه بيقول له ان الفنان اللي عمله كان مشهور في القرن ال19 بس القطعه دي نسخه مش الاصل. رغم كده زانج مصر ان طريقه تركيب القطع غريب. الخبير في الاخر بيقتنع وبيركز فيها اكتر، وبيكتشف ان التمثال معمول من 3 قطع فنيه اصليه مركبينهم مع بعض بذكاء زي الساندوتش، والجزء اللي فوق بيحمل القطعه الحقيقيه اللي تحت. راجل الاعمال بيندهش وبيعرض 15 مليون علشان يشتري التمثال، لكن زانج بيرفض وبيشك ان قيمته اكبر من كده، وبيتفاوض وبيقول له انه هيبيعه له ب5 مليون علشان من غير مساعدته ما كانش هيعرف يشتريه اصلا. راجل الاعمال بيشكره وبيديله ال5 مليون وبيقول له يتصل بيه في اي وقت لو احتاج اي حاجه. الخبير كمان بيعجب
بزانج لانه مش بيجري ورا الفلوس وبس، وبيوصفه انه راجل امين. الخبير بيقول له انه افتكر بطل اسطوري كان عنده عيون سحريه وبيوصيه يستخدم عينه دي دايما في الخير. زانج بيرجع البيت وصاحبه هونج مش مصدق اللي حصل، خصوصا دلوقتي بعد ما بقوا معاهم فلوس كتير جدا. زانج بيبدا يشتري كل اللي محتاجينه، في نفس الوقت بيكمل قرايه ويفهم اكتر من الكتب اللي اشتراها. بعد كده بتجيله رساله من صاحبه هونج وبيعزمه على فرحه، بيقرر يروح وبياخد معاه فلوس وبيحطها في بيت صاحبه هونج. تاني يوم بيسافر للمدينه اللي فيها الفرح، ولما بيوصل بيعرف ان في مجموعه من علماء الاثار المتخصصين في التحف بعتوهم على مهمه في الصحراء، فبيقرر يروح يزورهم قبل ما الفرح يبدا. واول ما بيوصل بيكتشف انهم بيدوروا على حد من العيله المالكه، فبيعرض عليهم يساعدهم، بس بيلاقي نفسه قدام جنديه ماسكه التحقيق موجوده هناك علشان تحمي المكان من اللصوص. الشرطيه بتبدا تشك فيه وبتقرر تراقبه، ومش قادره تفهم هو ايه علاقته بالمقبره دي. زانج بيكمل في الصحراء وبيلاحظ ان الرمل ناعم اكتر من العادي، فبيقرر يستخدم قواه وبيكتشف ان في مقبره مخفيه تحت الرمل. علماء الاثار بيتفاجئوا جدا لانهم بقالهم اسبوع بيدوروا وما لقوش حاجه. معجبين بقدرته بيطلبوا منه ينضم للفريق بتاعهم، لكن في نفس الوقت مجموعه قطاع طرق اللي هاجموا المحل قبل كده موجودين في المكان وبيخططوا يسرقوا المقبره. في الليل زانج بيخرج يتعشى مع الشرطيه، لكن هو ماشي بيتعرض لكمين وبيتغطى وشه علشان يخطفوه. باستخدام قوته بيشوف وشوشهم وبيلاحظ وشم على رقبه واحد منهم، وبيعرف انهم نفس العصابه اللي هاجمت المحل. في اللحظه المناسبه الشرطيه بتوصل وبتنقذه وبتخلي العصابه تهرب، بس بتتفاجئ انه شافهم حتى وهو مغمي عينه. ده بيخلي شكها فيه يزيد اكتر، فبتاخده على القسم علشان يتعرف على الصور، وبيتعرف فعلا على واحد منهم وبيقدروا يتبعوا مكانه. بس لما بيوصلوا بيلاقوا المكان فاضي وفيه متفجرات، وساعتها بيفهموا ان العصابه ناويه تفجر المقبره وقت الفرح علشان محدش يسمع حاجه. وفعلا العصابه بتيجي قريب وبيفجروا مدخل الحفره وبيحدفوا ادوات الحفر جوه. الشرطيه بتقرر تنزل المقبره وبتاخد زانج معاها، رغم انه متوتر لكنها بتطمنه وبتقول له ما تقلقش انا هحميك، وبيكملوا سوا. الشرطيه بتنبهر بالرسومات اللي على الحيطه وبيخشوا اوضه تانية، لكن فجاه الشرطيه بتقع في فخ وزانج بيلحقها قبل ما تقع بالكامل وبينقذها. وفجاه بيلاقوا نفسهم محاصرين وسكاكين بتقع من فوق، بس زانج بيتفاداهم بشجاعه والشرطيه بتشكره انه انقذ حياتها. لكن العصابه بترجع تطاردهم. واحد من علماء الاثار بيلبس حجر بالخطا وده بيخلي حفره تانية تتفتح. الشرطيه وزانج بيقعوا فيها وبيلاقوا نفسهم محاصرين تحت الارض ومحاطين بتماثيل قديمه ومفيش اي مخرج. الجنديه بتبدا تتوتر وبتخاف من الاماكن الضيقه، لكن التماثيل بتبدا تطلع رمل من فمها. بيفهموا انهم لو ما خرجوش بسرعه هيموتوا. زانج بيستخدم عينه علشان يلاقي طريق للهروب وبيبدا يحفر لحد لما بيفتح باب جديد، وكل الفريق بيجروا ناحيته وبيلاقوا اوضه مليانه اثار قديمه. بس فجاه زانج بيشوف هيكل عظمي لواحد مات من 1000 سنه، وبيكتشف انه كان اول واحد يمتلك العيون الذهبيه زيه، وبيلاقي مذكراته كمان. بس باقي الناس بيقولوا ان دي مجرد خرافه وبيسيبوا الحكايه على انها قصه خياليه، لكن زانج متاكد انها حقيقه وبيقرر ياخد المذكرات. وفجاه بيسمع صوته وبيستخدم قوته وبيفهم انه انفجار العصابه مخططه له، وقبل ما يلحق يحذرهم الانفجار بيحصل وكلهم بيتحدفوا على الارض. العصابه بتقدر تهرب بعد ما خدوا اللي هم عاوزينه. الشرطيه بترجع لوعيها وبتتاكد ان زانج بخير وبتجري ورا العصابه وبتمسك واحد منهم، بس هو بيتظاهر انه واحد من المعازيم، لكن هي بتلاحظ الوشم على رقبته وبتتعرف عليه، فبسرعه بيمسك رهينه من المعازيم وبيهددها بالقتل. في اللحظه دي زانج بيوصل وبيستخدم قوته وبيعرف ان المسدس فاضي، فبيقول له يسيب الرهينه وخدني انا مكانه. اللص بيوافق وبيسيب الرهينه، لكن زانج ما بيخافش وبيقول له اضرب انا مش خايف. اللص بيضغط على الزناد بس بيكتشف ان المسدس فاضي فعلا. زعيم العصابه بيحس ان الخطه كلها هتفشل، فبيقرر يقتل واحد من رجالته علشان ما يهددش المهمه. بيربط قنبله في شنطه الراجل وبيخطط يفجره. زانج بيحس بالانفجار قريب فبيمسك الشرطيه وبيطير بيها بعيد عن مكان الانفجار، وبتنصدم الجنديه من اللي حصل ومعجبه بشجاعته. بيرجعوا يدوروا على اللص بس بيلاقوه ميت من الانفجار. بيرجع زانج للمدينه وبيطلب من قائده الفريق تديله المذكرات اللي لقاها، بما انها ممتنه لكل اللي عمله بتوافق وبتسلمها له. بيبدا زانج يقرا في المذكرات وبيبدا يجرب التقنيات اللي مكتوبه فيها، وبيكتشف انه بقى يقدر يشوف على بعد مترين قدامه، وكمان يقدر يجمد اي حاجه علشان يفحصها براحته. قوته بتفضل تزيد، ولما بيرجع البيت وهو مبسوط بيلاقوا صاحبه هونج قاعد بيعيط وبيقولوا انه كسر حاجه غاليه في سوق وخسر كل فلوسه. زانج بيهديه وبيقول له الفلوس بتروح وبتيجي وهنعوض اكتر من كده بكتير. بعد كده زانج بيكتشف ان الاناء اللي اشتروه مزيف وما يسواش الفلوس اللي دفعوها. اليوم اللي بعده هو وصاحبه هونج بيروحوا للراجل اللي باع لهم الحاجه دي. وقتها زانج بيعمل معاه رهان ان هو هيرجع له عمل فن حقيقي قيمته 2 مليون في اقل من ساعتين، ولو فشل هيديله نفس المبلغ. صاحب المحل بيوافق لانه عارف ان كل اللي عنده في المحل حاجات مزيفه. الرهان بيبتدي وزانج بيستخدم قدرته في فحص القطع الفنيه واحده ورا الثانيه وبيكتشف ان كلها فعلا مزيفه. وفجاه راجل غني بيدخل المحل وصاحب المحل بيروح يعمل له
شاي. ساعتها زانج بيلاحظ الكوبايه اللي الراجل الغني بيشرب فيها وبيفهم انها قطعه اثريه نادره مفيش منها غير 3 في العالم. صاحب المحل بينصدم من قدره زانج على التعرف عليها من اول نظره وبيخسر الرهان. الراجل الغني بينبهر بزانج وبيعزمه على حدث خاص فيه خبراء اثار وتحف. زانج بيحس بالحماس وفي نفس الليله بيروح يزور معلمه وبيطلب نصيحته بخصوص الحدث. معلمه بيقول له ان الحدث فيه بيع لاحجار كريمه نادره زي الياقوت والذهب وبيوصيه يذاكر الذهب كويس علشان يعرف يفرق بين الحقيقي والمزيف وما يتنصبش عليه. زانج بيشكره وبياخد النصيحه بجد وبيرجع البيت ومعاه صندوق كبير. صاحبه بيعتقد انه مليان قطع فنيه نادره لكن لما بيفتحه بيلاقيه مليان كتب. زانج بيشرح له انه محتاج يقرا اكتر علشان يعرف يكسب فلوس اكتر. بيقعد صاحي طول الليل وبيقرا الكتب كلها بسرعه بعينه الذهبيه. صاحبه هونج بيصحى وبيتفاجئ انه خلص كل الكتب في وقت قصير جدا وبيبدا يشك انه مخبي حاجه. تاني يوم بيروح الحدث وبيشوف الراجل الغني اللي قابله قبل كده في السوق بس الراجل بيهينه وبيقول له انه فقير وما يعرفش حاجه عن الاحجار الكريمه. زانج بيتحداه في رهان وبيقول له نشوف مين اللي هيفهم اكتر وبيدخلوا سوا الحدث. زانج بينبهر بواحده ست شغاله في البيع وهي كمان شكلها مهتمه بيه وبتراقبه طول اليوم. صاحبتها اللي طلعت الظابطه مو بتحضر الحدث كمان وبتحس بالغيره لان صاحبتها معجبه بزانج. بيقابلوا راجل اعمال كان اشترى قبل كده اعمال فنيه من زانج وبيشرح لهم ان المزاد بيعتمد على الرهان. كل حجر بيتعرض واللي يعرف اذا كان حقيقي او مزيف هو اللي بيكسب. زانج بيفهم انه لو فشل ممكن يغرق في ديون. المزاد بيبتدي واول حجر لونه اخضر. الناس كلها بتزايد عليه فاكرينه فيه زمرد نادر. زانج بيحاول يشتريه بس الراجل الغني بيزايد اكتر وبيكسب. بس زانج مش بيستسلم وبيفحص باقي الاحجار بعينه وبيلاقي حجر شكله غريب بيعتقد ان فيه زمرد نادر فبيشتريه ب 5000. راجل الاعمال وصاحبه هونج بيحاولوا يقنعوه يشتري حجر تاني بس هو بيرفض. ولما الحجر بيتفحص عند الخبير بيقسموه وبيلاقوا جواه حجر ابيض عادي. الناس بتضحك عليه والراجل الغني بيسخر منه لكن زانج ما بيستسلمش وبيطلب من الخبير يكسر الحجر مره كمان. والمفاجاه ان لون اخضر بيطلع من جواه وكل الناس بتتصدم. الخبير بينصحهم ما يكسروهوش تاني علشان قيمته توصل ل $100,000 لكن زانج مصمم يكسره وصاحبه هونج وكل الناس بيقلقوا لكنه واثق في نفسه. ولما الحجر بيتكسر للمره التانيه بيلاقوا جواه زمرد احمر والكل بينصدم وبيبداوا يعرضوا عليه الفلوس لحد لما بيوصل ل 18 مليون. زانج بيكون طاير من الفرحه لان من 5000 اللي دفعهم جابوا له 18 مليون. الراجل الغني بيتجنن وبيكسر الحجر بتاعه وهو واثق انه في حاجه نادره لانه دفع 7 مليون. واول ما بيكسره بيشوف اللون الاخضر والناس بتعرض عليه 10 مليون بس هو بيرفض عاوز يكسره تاني طمعا فيه اكتر. زانج بيتحداه يكسره للمره الثالثه زي ما هو عمل والراجل بيوافق وكل الناس في القاعه بيبقوا مشدودين ومستنيين النتيجه. زانج استخدم قدرته وفهم ان مفيش حاجه ليها قيمه فضلت جوه الحجر بعد ما اتكسر للمره الثالثه وطلع مجرد حجر ابيض ملوش اي ثمن. راجل الاعمال رفض يشتريه وساعتها الراجل الغني فهم ان زانج سبقه فمشي من غير ما يقول ولا كلمه. زانج وصاحبه هونج احتفلوا فرحانين انهم بقوا اغنياء. رجل الاعمال قال له انه شايف فيه امكانيات كبيره وعرض عليه بيت قريب وزانج فرح جدا. تاني يوم نقل هو وصاحبه هونج للبيت الجديد وصاحبه هونج كان مبسوط بس زانج كان لسه مركز انه يطور قدراته ويبقى فاهم اكتر علشان المستقبل. في نفس الليله زانج كان بيقرا كتاب جابه من المقبره وعرف ان من 1000 سنه كان في حد استخدم قوه العيون الذهبيه علشان يجمع ثروه ضخمه لكن في الاخر اتجنن. القوه سيطرت عليه وضيعت حياته. زانج خاف وفهم انه لازم يحمي نفسه من المصير ده. تاني يوم راح مع رجل الاعمال علشان يعرفوا اكتر وزاروا محل بيبيع ذهب وهناك زانج شاف قلاده شكلها غريب ولما استخدم عينه الذهبيه عرف انها بقالها 1000 سنه. رجل الاعمال قرر يشتريها وفكر انها هتجلب له الحظ بس في نفس الليله النور قطع فجاه ورجل الاعمال شاف حد واقف ورا الستاره فافتكر انه شبح وفضل يصرخ من الخوف. زانج جاله وقال له ان القلاده دي ملعونه وبتجلب سوء الحظ لاي حد يمتلكها. تاني يوم رجعوا للمحل لكن صاحب المحل رفض يرجع لهم الفلوس كامله وقال لهم ياخدوا نص الفلوس بس. الراجل الغني بيوافق لكن زانج شك في اللي حصل وفكر ان في حد لعب في الكهرباء علشان يخوفه. بعد شويه جه راجل وقال لهم ان اكتر من 50 واحد اتنصب عليهم بنفس الطريقه وصاحب المحل ده نصاب. الراجل الغني اتعصب وهدد انه هيرفع عليه قضيه وقال ما ينفعش حد مجرم يبيع للناس كده. في نفس الليله زانج كان ماشي راجع البيت وحس ان في حد ماشي وراه وفجاه تهاجم من راجل لابس قناع. استخدم زانج قوته وعرف انه الحارس اللي كان في المزاد وفهم ان الراجل الغني اللي سبقه قبل كده هو اللي بعت الراجل ده يقتله. بس الحارس قال له انه مش عاوز يقتله وحذره يبعد عن المكان ده الفتره الجايه والا حياته هتبقى في خطر.
تاني يوم صاحب هونج راح لوحده لراجل اعمال واستغرب ان زانج مش معاه، لقوا حجر غالي وشكوا انه جواه زمرد، فاشتروه وكسروا الحجر ولقوه ابيض، كسروه تاني وبرضه زي ما هو، فكروا يتصلوا بزانج واللي جا وهو مغطي وشه واستخدم عيونه وقال لهم ان الاحجار الملونه ما بتبانش غير بالحراره، طلب منهم يسخنوه وشرح لهم الطريقه، ولما عملوا كده شافوا اللون الاخضر واطمنوا ان فلوسهم ما ضاعتش. بعدها الثلاثه اتفقوا يزوروا مكان تجاري تاني، وزانج استخدم قدرته واكتشف حجر الراحه وكتب كل حاجه مهمه في الدفتر، بس الراجل الغني كان بيراقبه بالكاميرات وشك فيه وفهم انه مش شخص عادي، امر الحارس يسرقوا الدفتر منه. الحارس راح وراه الفندق وناويين ياخدوا الدفتر، لكن في اللحظه الصح جت الشرطيه مو انقذته وقاومتهم ببراعه. زانج حاول يساعد لكن الحارس ضربه وخلاه يفقد الوعي. الشرطيه كانت شجاعه، قدرت تتصدى لهم وتفاجئوا من قوتها فهربوا. خدت زانج وودته اوضته وحطته على السرير وكانت بصاله بنظره فيها مشاعر. فجاه كان يقع من على السرير، جريت تمسكه لكنهم اتزحلقوا ووقعوا سوا على الارض. في اللحظه دي دخل هونج وفهم الموضوع غلط وسابهم ومشي. تاني يوم زانج صحي وما كانش فاكر حاجه. صاحب هونج قال له ان الظابطه مو انقذته ورجعته الفندق، فقرر يعزمها هي وصاحبه هونج على اكله علشان يشكرها. في العزومه حكت له ان الراجل اللي هاجمه كان ظابط في القوات الخاصه، بس صاحبه تعب جامد وكان لازم يسيب الجيش علشان يشتغل ويصرف على علاجه. الراجل الغني استغل الموقف وخلاه يشتغل لحسابه. حذرته الظابطه مو وقالت ان الراجل ده مش هيسيبك غير لما يحقق هدفه. تاني يوم الحارس سرق دفتر الملاحظات بس زانج كان واخد باله، ولما الحارس فتح الدفتر لقى رساله مكتوب فيها: انا عارف بمرض صاحبك، قابلني قدام الفندق. الحارس راح سلم الدفتر للراجل الغني، لكن الراجل رفض يديله اي فلوس وقال له: انا كنت عايزك تقتل زانج وانت ما عملتش كده يبقى مالكش حاجه عندي. بعد كده الحارس قابل زانج اللي شكره على انه ما قتلوش وعرض عليه يدفع تكاليف علاج صاحبه. الحارس اتفاجئ وكان ممتن جدا. مع بعض قرروا يحطوا خطه علشان يفضحوا جرايم الراجل الغني. تاني يوم كان المفروض يتعمل مزاد كبير، لكن زانج صحي حاسس بالتعب وعينه كانت بتوجعه. برغم حالته قرر يروح المزاد. في نفس الوقت صاحبه هونج والحارس بدأوا ينفذوا الخطه وقرروا يسرقوا مفاتيح اوضه الراجل الغني من غير ما ياخد باله. فتحوا اللابتوب بتاعه. الراجل الغني كان واثق جدا في نفسه لانه كان فاكر انه اشترى كل الاحجار الاشعه اللي كانت مكتوبه في دفتر ملاحظات زانج، لكن اللي هو مش عارفه ان صاحب زانج غير اسامي الاحجار في الدفتر. بدأ الراجل يحس ان في حاجه غلط وجري على اوضته، بس ما لقاش حد هناك علشان كانوا مستخبيين. في اللحظه دي راجل الاعمال اشترى فعلا الاحجار اللي زانج لاحظها. استخدم زانج عينه الذهبيه واكتشف ان واحد من الاحجار فيه ذهب نادر. قرر يكسره قدام الكل، ولما كسر الحجر لقوا جواه ذهب احمر. الناس اتصدمت لان النوع ده نادر جدا والناس بتدور عليه من سنين، ولو اتعمل قلاده من الذهب الاحمر ده هتتباع بمبلغ ضخم. راجل الاعمال واغنياء كتير بداوا يزايدوا على الحجر والعروض وصلت ل 40 مليون، بس الراجل الغني عرض 70 مليون. زانج رفض يبيعه له وبدل كده باعه لست عندها محل مجوهرات مشهور. في نفس اللحظه جات الضابطه مو وقبضت على الراجل الغني واتهمته بالنصب اثناء المزاد. زانج كان بلغ الشرطه عن اللي حصل. الشرطه خدت الراجل للمركز وبداوا يحققوا معاه. زانج واصحابه احتفلوا ببيع الحجر ب 80 مليون وشكروا لانه قدر يدفع مصاريف علاج صاحب الحارس. وبعدها راجل الاعمال فتح لزانج محل خاص بيه وبدا اسمه يتشهر. قضوا شويه لحظات جميله سوا. بعد كده زانج راح قابل الحارس وطلب منه يشتغل معاه كحارس شخصي والراجل وافق. بعدين جاله تليفون من الست صاحبه محل المجوهرات وطلبت تقابله. الحارس كان باين عليه انه معجب بيها ووافق يروح معاه. ركب عربيه زانج هو والحارس وصاحبه هونج، لكن فجاه اكتشفوا ان الفرامل العربيه مش شغاله. وفجاه جت عربيه نقل بسرعه وحاولوا يتفادوها لكن اتعرضوا لحادثه. زانج فاق واتصل بالاسعاف وراحوا على المستشفى، ولاحظ ان اصابته كانت بسيطه بس كان قلقان على الست. الممرضه قالت له انها في قسم الشخصيات المهمه علشان من عيله غنيه. راح يطمن عليها ولقى ابوها قاعد جنبها وشكروا علشان باع لها الحجر. بعد ما مشي زانج دخل اوضه وكان جايب لها هديه، لكن اتفاجئ انها استلمت هدايا كتير فحس بالاحراج شويه. سلمها الهديه وهي اخدتها بلطف وقالت ان دي احلى هديه جات لها. زانج انبسط جدا بكلامها وكان واضح ان الاتنين ابتدوا يحبوا بعض. رجع زانج للمحل وقال الحارس انهم شايفين ان الراجل الغني حاول يقتله علشان ينتقم. في نفس اللحظه دخلت الضابطه مو وقالت لهم ان الراجل الغني خرج من السجن علشان ما كانش فيه دليل ضده، لان مساعده هو اللي شال التهمه بدل منه. تاني يوم زانج قابل والد الست الغنيه واتفاجئ انه عاوزه يشتغل مستشار تجاري ليه، وكمان عرض عليه نسبه من كل صفقه يعملها. زانج وافق لانه كان عاوز يتعلم اكتر عن انواع الذهب النادره. بعدها الست اشترت له بدله جديده وكانت مبهوره بشكله واتفقوا يروحوا يتعشوا سوا. في اللحظه دي الشرطيه مو شافتهم وحست بغيرها لانها بتحبه، لكنه ما كانش واخد باله من مشاعرها خالص. قعدت على ترابيزه قريبه وزانج لاحظ انها مش بتتصرف على طبيعتها. سالها وطلعت انها توقفت عن العمل واتصدم. وقتها زانج عرض عليها تشتغل كحارسه شخصيه لحد ما ترجع لشغلها. فرحت جدا لان ده معناه انها تكون جنبه طول الوقت ووافقت. تاني يوم سافروا روسيا علشان يحضروا معرض مبيعات. صاحب زانج
طلب من الضابطه مو تروح معاه ووافقت. دخلوا محل بيع ذهب ولقوا شويه حراميه جوه بيخططوا لسرقته. الحراميه كانوا مسلحين واخدوا الكل رهائن. الضابطه مو عملت نفسها تعبانه، ولما واحد منهم قرب منها هجمت عليه وخدت مسدسه وهددت الباقي يرموا سلاحهم. صاحب المحل شكرهم وطلب يديهم مكافاه بس رفضوا ومشيوا. وهم في الشارع لاحظوا ان باقي العصابه بتتبعهم علشان تنتقم من الضابطه مو. الضابطه مو عملت ان معاها سلاح وهددتهم وجريت هي وصاحبها، بس لما تعبوا لقت العصابه حصرتهم. فجاه وصل شرطي ومعاه الست الغنيه ومساعدها. المساعد عرض على العصابه فلوس وقال لهم دول ضيوفنا خلوها تعدي المره دي. الضابطه مو اتعصبت وخدت صاحب زانج ومشيت من المكان. ولما رجعوا الفندق حكت لزانج اللي حصل وقالت له يخلي باله من الست الغنيه لانها ممكن تستغله او تكون شغاله مع عصابه. لكن زانج رفض يسمع كلامها واعتقد انها ممكن غيرانه علشان البنت التانيه جميله وغنيه. الضابطه مو اتضايقت ومشيت. تاني يوم حضروا حفله كبيره وكانت دي اول مره الضابطه مو تحضر مناسبه زي دي، وكانت لابسه فستان جميل بس ما كانتش مرتاحه في الكعب فخلعته. زانج شافها وانبهر بجمالها وطلب منها ترقص معاه. اتفاجئت وصاحبه بدا يصورهم فيديو، ولما خدوا بالهم وقفوا واتحرجوا وقرروا يمشوا من الحفله. راحوا كازينو. في الكازينو زانج لاحظ ان في حد بيغش في اللعب واستخدم عيونه الذهبيه علشان يكشفه وفضحوا قدام الناس. الراجل اتضايق وبدات خناقه. تاني يوم حصلت جريمه قتل في الفندق واتضح ان هو نفس الراجل اللي كان بيلعب الليله اللي فاتت، والسلاح المستخدم اتلقى في اوضه زانج فاتهموه بالقتل. زانج شاف السلاح واستخدم قدرته وقال ان السكينه جرحت القاتل في ايده، لكن محدش صدقه. اداره الفندق حبسته لحد ما الشرطه توصل. لاحظ ان المدير لابس جوانتي وبدا يشك فيه. مو بدات تجمع ادله علشان تثبت براءته. الست الغنيه جت وقالت انها عاوزه تساعد. مو كانت شاكه فيها بس مع كده وافقت. تنكروا في لبس موظفين الفندق واقتحموا اوضه الامن وخدروا الحارس وراجعوا الكاميرات وشافوا المدير داخل اوضه زانج وبداوا يشكوا فيه. الست الغنيه كلمت المدير علشان تلهيه بعيد، ولما قابلته لاحظت انه مصاب في ايده وادعى انه تعور وهو بيقطع فاكهه. في نفس الوقت مو دخلت اوضه زانج علشان تساعده يهرب، بس المدير حس ان في حاجه غلط ورجع على اوضه زانج لقاه بيحاول يهرب وواجهه، لكن زانج ضربه لحد ما اعترف بالجريمه والاعترافات كلها اتسجلت كدليل. مو دخلت وضربت المدير علشان تحمي زانج. بعدها الشرطه وصلت وقبضوا على المدير وبرئوا زانج من التهم. تاني يوم زانج راح مع الست اللي معاها الفلوس على السوق، وهناك شافوا حجر اسمه كاتوم 129 واستعمل قدرته علشان يكتشف ان جواه فيه زمرد احمر. راح قال لوالد الست علشان يشتريه رغم ان الاب كان متردد في الاول بس صدق زانج في الاخر. اشتروا الاحجار الكريمه وقدام الكل الحجر اتشق وطلع من جواه زمرد. الناس كلها اتفاجئت علشان قيمته هتعدي ال 100 مليون دولار، ولو اتحول لعقد هيبقى اغلى من كده بكتير. وسط الزحمه كانت في سيده اعمال قربت من زانج وقالت له انها عندها مجموعه كبيره من الاحجار الكريمه النادره. مدحت في مهاراته وعرضت عليه صفقه وقالت له انه هيستفيد لانها تقدر توصله لاي نوع من الاحجار الكريمه. زانج وافق يشتغل معاها. صاحبه هونج ومو راحوا مع سيده الاعمال لموقع تعدين من بتوعها، وهناك زانج استخدم قدرته علشان يحدد مكان الزمرد الاحمر المدفون تحت الارض. قال لسيده الاعمال اللي كانت ناويه تبيع الارض لانها ما لقتش حاجه فيها من زمان تستنى علشان هتلاقي احجار ثمينه كتير قريب، وقال لها الخطه. وساعتها هي فهمت ان في حد كان بيحاول يضحك عليها ويخليها تبيع الارض. قررت تسمع كلام زانج وعدته بنسبه 50% من الارباح لو الخطه نجحت. بس راجل اعمال تاني المنافس عرف بالخطه وخطف بنت سيده الاعمال. كلمها وقال لها لو ما كتبتلوش الارض مش هتشوف بنتها تاني. خافت على بنتها ووافقت على الصفقه، بس زانج قرر يساعد. حط خطه علشان تنقذ بنتها وقال لها تقابل الراجل اللي عاوز يشتري الارض وهو هيطلع بنتها. زانج ومو راحوا مالها ليلي تابع للراجل الخاطف. زانج بدا يلعب قمار وكسب الكل بفضل مهاراته الخاصه، والناس بدات تتلم حواليه. مو استغلت الفرصه واتنكرت في هيئه موظفه واتسللت للاوضه اللي محتجز فيها البنت، وقدرت تخرج الحارس وتنقذ البنت. لبست البنت لبس مختلف علشان محدش يعرفها وطلعوا مع الناس اللي واقفين بره. في نفس الوقت مدير النادي خد باله ان الست صاحبه الارض ناويه على حاجه وحاول يبطئها. امر يقفل كل الابواب ومنع اي حد يخرج، بس مساعد الست هددهم انه هيفجر قنبله لو ما سابوش الناس تمشي، فاضطروا يسيبوا المكان. مو بدات تضرب في الحراس وقدرت تهزم اغلبهم. صاحبه الارض جريت بره وكانت صديقه زانج مستنياهم في العربيه وركبوا وهربوا. زانج هو كمان خد البنت وركب عربيته وراهم، بس المجرمين لحقوا بعربياتهم وفضلوا يضربوا نار. رغم ان زانج قدر يهرب لكنه اتصاب في رجله. قال للبنت تسيبه وترجع لامها وهو هيفضل ورا ويحاول يوقف المجرمين. هي ما كانتش عاوزه تسيبه بس في الاخر وافقت بالعافيه ورجعت تحكي لامها اللي حصل لزانج. في الوقت ده صاحب زانج وكم حارس تاني كانوا عاوزين ينقذوه، بس الراجل صاحب الارض حبسهم في اوضه علشان يحميهم. هم رفضوا يفضلوا محبوسين وبداوا
اتخانقوا لحد ما قدروا يهربوا. البنت اللي انقذوها ادتهم اسلحه علشان يقدروا يساعدوا زانج. في نفس الوقت مو بدات تستعيد وعيها وبتدور على زانج، بس بتلاقيه بيتألم جدا وعينه مش قادر يفتحها وبيقع مغمى عليه. بتشيله وبتحاول توديه مكان امن وبتبدا تعتني بيه لحد ما يرجع له وعيه وصحته. وفي الوقت ده كانت بدات تحس بمشاعر ناحيته، ولما هي قاعده ترعاه بتسمع كلام من المجرمين وناس بتدور عليهم. فهمت ان في خطر جاي، بتصحيه بسرعه وبيبداوا يحاولوا يهربوا، لكن في 3 من القرويين بيقفوا في طريقهم. مو بتدخل معاهم في خناقه وبسهوله بتوقعهم واحد ورا التاني. بتاخد زانج وبيدخلوا الغابه يستخبوا، لكن المجرمين وراهم. زانج لسه مش قادر يفتح عينه من كتر الالم، فبتخبيه بين شجر وبتوصيه انه ما يطلعش مهما حصل. وابتدت تحط فخاخ وتعمل كمين للمجرمين، وبالفعل بتبدا توقعهم واحد ورا التاني، تكسر عظمهم وتشل اللي تقدر عليه. بس عددهم كبير، وزعيمهم في الاخر بيطلع مسدسه وبيوجهه عليها وبيصرخ فين زانج، وهي بترفض تقول له اي حاجه، فبيضربها على راسها وبيوقعها على الارض. زانج بيشوف المنظر من بعيد وعينه بتدمع وهو مش قادر يعمل حاجه، وبيهددها انهم هيقتلوها لو زانج ما طلعش، وهو عارف كويس انه عمره ما يسيبها. فقرر يتنكر هو وصاحبه هونج ويتسللوا للمكان اللي الظابطه مو محبوسه فيه. وصاحبه هونج بيعمل تشتيت وبيضرب الحارس، وزانج بيدخل يهزم اللي يقدر عليه ويحررها. لكن وهم بيهربوا المجرمين بيطاردوهم وفي الاخر بيتلموا عليهم تاني. وفي لحظه خطيره زانج بيدخل لمكان غريب وبيلاقي 3 من الحراس بيستخدموا قواهم. بينجح يتفاداهم وبيهزمهم وبيمشي ناحيه الزنزانه اللي مو فيها، بس المجرمين بيقبضوا عليه وبيقولوا له سلم نفسك والا هنقتل كل اصحابك. زانج ما قداموش غير انه يوافق وبيستسلم وبيقف قدام زعيم العصابه وبيقول له هنلعب لعبه روسيه، مسدس فيه طلقه واحده وكل واحد يسحب الزناد. بتبدا مو تسحب الزناد، مفيش حاجه. بيجي دور زانج وبيحس ان اللحظه دي ممكن تكون وداع لكل اللي بيحبهم. بيغمض عينه وبيستعد، لكن قبل ما يضرب الشرطه بتقتحم المكان والست الغنيه معاهم. زانج بينهار من التعب والارهاق وبيتنقل للمستشفى، ولما بيفوق بيلاقي الست الغنيه جنبه وبيشكرها على انقاذه وبتسيبه يرتاح. وبعدها بيجي صاحبه هونج يطمن عليه. زانج بيساله عن مو عامله ايه. مو كانت سامعاه وبتحس ان قلبها بيرقص من الفرحه. بتروح غرفتها ومستنيه ان يجي يطمن عليها، وفعلا زانج بيروح وبيفكرها ازاي خاطر بحياته علشانها، وهي كمان عملت المستحيل علشانه. بيشكرها وهي بتشكره لانه ما بعدش عنها. بعدها زانج بيروح السوق وهناك بيشوف تمثال خشبي غريب وبيستخدم قوته وبيحس ان جواه حاجه. بيشتريه والست الغنيه بتستغرب، بتقول له هتشتري خشب، لكنه مصر. ولما بيرجع البيت بيكسر التمثال وبيلاقي خريطه قديمه جواه، بيوريها للحراس وبيقول لهم الخريطه دي لكنز اخدوه اليابانيين في الحرب، محدش عارف هو فين، بس الخريطه دي بتوضح مكانه، بس الطريق خطر جدا. الحراس بتوافق تروح معاه بس بشرط لازم يتبعوا اوامر الحارس الرئيسي اللي كان ضابط القوات الخاصه. وبداوا الرحله وهم بيعدوا في الغابه بيوصلوا لحقل واسع، وفجاه زانج بيحس انه دايس على حاجه وبيركز بقوته وبيكتشف انه واقف على لغم ارضي. رئيس الحرس بيجري عليه وبيقول له اوعى تتحرك، وبيطلب من مو تجيب حاجه تقيله تتحط مكانه علشان ينقذوه. من غير تردد مو بتزقه وبتقف مكانه على اللغم. الكل في حاله صدمه. زانج مش مصدق وبيقول لها ليه عملت كده، الدموع في عينها، وبترد انها بتحبه وبتطلب منه يمشي قبل ما ينفجر، بس زانج بيرفض يسيبها. رئيس الحرس بيصر، بس لحسن الحظ القنبله طلعت من زمان وما فرقعتش. بيقعد زانج مع مو وبيشكرها علشان انقذت حياته، وبيطلب منها ما تخاطرش بحياتها تاني لان حياتها غاليه عليه. بعد كده بيكملوا طريقهم، لكن الحارس بيشوف اثار اقدام على الارض وبيعرف ان في حد معاهم في الغابه. بيستخدم المنظار وبيشوف واحد من العصابه معاه سلاح، فبيتعامل معاه وبيضربه وبيخلص عليه. بس بعدها بيشوف عدد كبير من افراد العصابه عاملين معسكر قريب منهم، فبيضطروا يلفوا من وراهم علشان محدش يحس بيهم. وهم ماشيين بيشوفوا دخان طالع من كهف، فالحارس بيدخل وبيلاقي 2 من العصابه وبيقدر يضربهم. وميو بتحقق معاهم وبتعرف انهم تجار ممنوعات. الحارس بيتفاجئ لما بيعرف اسم الزعيم بتاعهم وبيقول لهم انه كان في مهمه مع اخوه من 6 سنين والعصابه عملت لهم كمين، بس اخوه ضحى بنفسه علشان ينقذه واتقبض عليه. وبعدها زعيم العصابه قتله وبعت راسه في شنطه، ومن ساعتها وهو بيدور عليه علشان ينتقم منه. زانج بيتاثر بالكلام بس بيقول له ان العصابه عددهم كبير ومعاهم اسلحه ومش هيقدروا يهزموهم. فالحارس بيرفض يعرضهم للخطر وبيروحوا يناموا في كهف شويه علشان يحسوا بالراحه. بس لما بيصحوا بيتفاجئوا ان الحارس مش موجود، وبيلاقوا ورقه سايبها وبيقول لهم انه قرر يهاجم على العصابه لوحده. في الوقت ده بنشوف الحارس وهو بيقتحم المعسكر وبيبدا يخلص على افراد العصابه واحد ورا التاني، وبيستجوب واحد منهم بيعرف منه مكان الزعيم. ولما بيدخل عليه بيلاقيه نايم على السرير وكان هيضربه علشان ينتقم منه، لكن الزعيم بيكون محترف فنون قتاليه وللاسف بيقدروا يقبضوا عليه. زانج بيقعد يفكر في طريقه ينقذ بيها الحارس، وبيقرر هو واصحابه انهم ينتحلوا شخصيه تجار ممنوعات وبيغيروا هدومهم وبيروحوا لمعسكر العصابه. بيقدروا يدخلوا من غير ما حد يشك فيهم، لكنهم بيشوفوا العصابه وهم بيعذبوا الحارس عشان يعترف على مكان اصحابه. زانج بيتعب من المنظر بس بيتمالك اعصابه علشان الخطه ما تبوظش. بالليل بيبداوا ينفذوا خطتهم
خطتهم وبيحطوا متفجرات في مخزن الاسلحه وبيفجروه. بيجري افراد العصابه علشان يطفوا الحريق، وزانج بيستغل الفرصه وبيروح ينقذ الحارس، لكن الزعيم بيكون اذكى منهم وبيكون عامل لهم كمين وبيقبض عليهم. بياخد خريطه الكنز من زانج وبيبقى عاوز يخلص عليهم، فبيضطر زانج يقول له على قدرته الخارقه علشان يسيبه عايش، لكن الزعيم ما بيصدقوش. فزانج بيستخدم قوته قدامه علشان يثبت له ده، وبيشوف وشم مرسوم على جسم الزعيم، وزانج بيقول له انه رسم الوشم ده علشان يخبي جرح قديم، وبيحكي له ان ابوه كان بيعذبه وهو صغير. الزعيم بيتاثر وبيقول له انه عاوزه معاه علشان يساعده يلاقي الكنز، وبيهدده انه لو حاول يهرب هيقتل اصحابه. بيبداوا طريقهم وبيفضلوا ماشيين في الغابه لحد لما بيوصلوا لنهايه الخريطه. زانج بيستخدم قدرته وبيشوف كهف سري متغطي بالاشجار. بتدخل العصابه الكهف وبيلاقوا انه مليان صناديق ذهب. بيفرحوا وبيبداوا يحطوها في الشنط. في نفس الوقت كانت مو بتحاول تضحك على افراد العصابه اللي بتراقبهم، وقالت لهم ان الزعيم ناوي ياخد الكنز ويهرب لوحده. العصابه صدقوا كلامها وجريوا وراه علشان يلحقوه وسابوا المكان. ميو استغلت الفرصه وفكت نفسها، وزانج كان شايف العصابه مشغوله في نقل صناديق الذهب، فوقف قدام حيطه وفعل عينه الذهبيه وفعلا لقى صندوق فيه مجوهرات نادره. بس الزعيم جه من وراه واخد الصندوق منه، وفجاه باقي افراد العصابه ظهروا وبداوا يضربوا نار. زانج كان قلقان على اصحابه وكان عاوز يرجع لهم، بس صاحبه مسكه وقال له انهم قدروا يهربوا. زانج وصاحبه دخلوا في خناقه كبيره والمكان اتحول لساحه معركه حقيقيه، وكل واحد فيهم كان بيحارب التاني بكل قوته. بعد المعركه زانج كان فاكر انه خلص على الزعيم وراح ياخد الصناديق، لكن فجاه اترمت عليهم قنبله دخانيه والدنيا اسودت حواليهم. ناس غريبه لابسين اقنعه دخلت بسرعه وخدت الذهب وصناديق المجوهرات من ايد زانج. مو حاولت تقاوم قبل ما تفقد الوعي، وقبل ما الدنيا تضلم عليها شالت القناع من قائدهم، وكانت الصدمه. بعدها بنشوف زانج في بيته قاعد مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وبيفتكر ذكرياته مع البنت الغنيه، وبيكتشف انها كانت بتستغله وان كل اللي حصل ده كان بسببها. الاكتشاف ده كسره نفسيا، وصاحبه هونج حاول يخفف عنه. في نفس الليله مو كانت في مهمه بتراقب فيها عصابه بتسرق اثار، وقدرت تقبض عليهم ولقت معاهم قطع اثريه نادره ودوها لعالمه اثار، اللي لما شافتها قالت ان القطعه دي ممكن تدل على وجود مقبره مدفونه في مكان قريب، وقررت تدور عليها. مو راحت لزانج وطلبت مساعدته، لكنه رفض في الاول، بس لما قالت له ان الموضوع ليه علاقه بالبنت الغنيه رجع فكر ووافق ينضم للفريق الاثري. تاني يوم راح معاهم للمكان اللي هيبداوا يبحثوا فيه، لكن المرشد اللي هناك رفض يخليهم يحفروا لانه خايف على الينابيع الطبيعيه اللي في الارض، وقال لهم انه ممكن يوافق لو حد فيهم قدر يهزمه في مصارعه. مو تحدته، لكنه رفض يصارع بنت وخلى اخوه الصغير هو اللي يتحدى مكانها، وقال له خليك حنين عليها، وده استفزها جدا وحمسها اكتر انها تكسب. وفعلا بدا النزال وهي عارفه انه اقوى منها، بس لعبت على ذكائها واستغلت وزنه التقيل وقعته على الارض وكسبت. الكل اتفاجئ وهتفوا باسمها، حتى المرشد نفسه اتبهر بيها وقال لها انه مستعد يتجوزها لو وافقت، في المقابل انه هيكون دليلهم، لكنها رفضت على طول. وقتها زانج قرر يتحداه والكل استغرب، وكانوا شايفين ان حجمه اصغر من المرشد ومش هيقدر عليه. حاولوا يقنعوه ينسحب لكنه اصر وبدا النزال. الفرق في القوه كان واضح، وزانج حس انه هيخسر، بس فعل عينه الذهبيه وركز على نقطه ضعف المرشد، جرح قديم في رجله. المرشد هاجم عليه لكن زانج لف من وراه وضربه في رجله، وقعوا على الارض وكسب النزال وسط ذهول الكل. كلهم شجعوه بانبهار، والمرشد احترم قوته ووافق يبقى دليلهم في الرحله. في نفس الوقت مساعد البنت الغنيه كان بيراقبهم من بعيد واتصل بيها وقال لها اللي حصل. هي طلبت منه ما يأذيش زانج، وبيبان انها لسه بتحبه، بس مضطره تعمل كده علشان مصلحه عيلتها. زانج كان بيتألم من النزال، وامه جت تطمن عليه وشكرته انه تحدى المرشد علشانها. سألته لو كان بيغير عليها، انكر وقال لها انه عمل كده بس عشان المهمه، فزعلت ومشيت. تاني يوم بدأوا الحفر، وزانج اكتشف مكان المقبره ودخل الفريق الاثري يكتشفوها. وهم جوه لاحظ زانج ان في رسمه على الحيطه عينها بتتحرك، لكنه افتكر انه بيتخيل. قرروا يستريحوا ويكملوا بكره، بس زانج ما قدرش ينام. خرج من الخيمه وقعد مع مو صالحها، وقعدوا يتكلموا طول الليل. وتاني يوم بيكملوا اكتشاف المقبره، وبيوصلوا للاوضه الرئيسيه وبيلاقوا صندوق كبير جواه تابوت وبيحاولوا يفتحوه، لكن زانج بيستخدم عينه الذهبيه وبيقول ان التابوت مقفول بالزئبق الاحمر، وده سائل كان زمان بيستخدموه علشان يحموا التوابيت من اللصوص، ولو حد فتحه الزئبق هينتشر واللي حواليه هيموتوا. فجاه زانج بيحس بدوخه وصداع، ومو بتطلعه بسرعه من المقبره وبتوديه على الخيمه، وبيحصل له عمى مؤقت ومش بيشوف خالص. ولما الدكتوره بتفحصه بتستغرب من حالته ومش عارفه تعالجه، فبتديله مهدئ. مو بتركب عربيتها علشان تروح تجيب له علاج من المدينه، لكن وهي في الطريق بتحس ان في حد بيطاردها وبتحاول تهرب، لكن هم حسوا بيها وبيحاصروا عربيتها، وبتفتكر ان دي نهايتها. لكن فجاه المرشد بيوصل في اللحظه المناسبه وبينقذها، وبتاخد الحصان وبتكمل طريقها وبتنجح انها تجيب العلاج. ولما بترجع للخيمه بتتفاجئ الدكتوره انها متعوره في ايدها ومتحمله الالم علشان تنقذ زانج، فبتفتكر انهم مرتبطين. مو بتقعد جنب زانج طول الليل لكنها بتنام من التعب، ولما بتصحى مش بتلاقيه فبتجري عليه وبتلاقيه بيفطر مع
المرشد، وبتفرح ان نظره رجع له وهو بيشكرها علشان جابت له العلاج. بيسالها عن الفريق الاثري والتابوت فبتطمنه انهم كويسين، لكن بتقول له انهم لما فتحوا التابوت ما لقوش غير قطعه شطرنج. فزانج بيستغرب وبيقرر ينزل المقبره بنفسه رغم ان العالمه كانت رافضه علشان عايزاه يرتاح، بس هو بيصمم وبينزل معاها. زانج بيستخدم عينه تاني وبيلاقي باب سري، ولما بيفتحه بيكتشف انها سر بلعبه الشطرنج، وبيحط القطعه اللي لقوها جوه التابوت، وفجاه بيتفتح باب سري جوه المقبره والكل بيتفاجئ. ولما بيدخلوا بيتصدموا بكميه الاثار النادره اللي هناك، اثار عمرها اكتر من 2000 سنه. وزانج بيعرف ان المقبره دي بتخص نفس الشخص اللي كان عنده قوه العين الذهبيه، وبيفضل يدور على اي دليل يساعده يتحكم في قوته، لكن مش بيلاقي. فبيرجع الخيمه بالليل وهو نايم بيحلم انه جوه المقبره وبيشوف شخص شبهه، وبيعرف انه صاحب المقبره وبيكلمه. وزانج بيساله عن سر العيون الذهبيه، لكن الراجل بيضحك وبيبص له بعينه وكان لونها اسود تماما. فزانج بيخاف وبيصحى مفزوع، وبيلاقي مو جنبه وبتحاول تهديه، وفجاه بيسمع صوت صراخ. ولما بيروحوا بيلاقوا العالمه واقعه على الارض ومغمى عليها، وزانج بيلاقي جنبها قطعه ازاز مكسوره فبياخدها وبيرجعها للخيمه. ولما بتفوق بتقول لهم ان في حد ضربها على ظهرها. زانج بيستنتج ان في حد معاه كاميرا وكان بيصور كل المعلومات اللي وصلوا لها، وبيجري بسرعه على خيمه المعدات وبيستخدم قوته، وفعلا بيلاقي الكاميرا وبيلاقي ان قطعه الازاز دي تبع الجاسوس. وبيشوف مساعد العالمه وبيشك فيه، وفعلا المساعد بيقول ان هو اللي عمل كده، وبيترجى زانج انه يسامحه ما يبلغش عنه. لكن زانج بيقرر يقول للعالمه. المساعد بيحاول يسبق زانج ويخلص عليه فبياخد جاروف وبيهاجمه، لكن زانج بيتفادى الضربه وبيضربه. في اللحظه دي مساعد البنت الغنيه اللي واقف من بعيد ومعاه قرناصه بيضرب المساعد علشان ما يعترفش عليه، بس الرصاصه بتيجي في كتفه وبيفقد الوعي. ولما بيفوق مو بتحاول تتحقق منه لكن بيرفض يتكلم، والعالمه بتتدخل وبتقول انها كانت ناويه تكتب اسمه على الاكتشافات ويكون هو اللي ماسك البعثه بعدها. المساعد بيتفاجئ وبيعيط وبيقول انه ندمان وعاوز يعترف بكل حاجه، وفعلا بيقرر يسلم نفسه. تاني يوم الفريق الاثري بيقرروا يمشوا بعد ما خلصوا المهمه. بتمشي هي وزانج وبيرجعوا المدينه. بالليل بيكون عيد ميلاد مو وبتزعل لانها حاسه ان ما حدش فاكرها ولا حد بيحتفل معاها، بس وهي قاعده لوحدها في الاوضه بتتفاجئ بزانج بيخبط عليها وبيكون عامل لها مفاجاه وجايب كيكه وجايب معاه اصحابه وبيحتفلوا بعيد ميلادها سوا. مو بتفرح جدا وبتحس لاول مره من زمان ان في حد مهتم بيها، بس بعدها زانج بيتفاجئ بالبنت الغنيه انها بتعترف له انها السبب في كل اللي حصل له، وبتقول انها كانت مضطره تعمل كده وبتعتذر له. لكن زانج بيبص لها نظره وجع وبيقول لها انه مش قادر يسامحها لانها لعبت بمشاعره وبيسيبها وبيمشي. لكنها بتصدمه لما بتقول له انها عارفه سره وانها معاها النص المذكره اللي فيه سر العيون الذهبيه، وبتطلب منه يساعدها في مهمه. في المقابل هتديله المذكره. زانج بيفكر في كلامها وبيفضل محتار، بس هي بتوعده انها مش هتأذي حد وبيقول لها انه هيفكر، وبيسيبها وبيروح للشرطيه مو، بس للاسف كانت شافتهم مع بعض وبتحس بالغيره وبتفضل تشرب. تاني يوم زانج بيقرر يسافر مع البنت الغنيه علشان يخلص المهمه وياخد المذكره، لكن مو بتقرر تسافر وراه من غير ما يقول لها علشان تحميه. بيروحوا مزاد للاحجار الكريمه، والبنت الغنيه بتستغل قوه عينه علشان يحدد لها الاحجار النادره، وهو بيضطر يساعدها علشان يوصل للمذكره. وبالليل بتسهر معاه وبتقول له انها هتديله اللي اتفقوا عليه، لكن مو بتكون سامعه كلامهم ومش فاهمه هم بيخططوا لايه. وفجاه مو بيوصل لها رساله من زانج فيها رقم اوضه في فندق، ولما بتدخل بتلاقي النور مطفي وبتحس ان في حد وراها فبتفتكر انه كمين، وبتمسك الشخص ده وكانت هتكسر دراعه، لكن بتتفاجئ انه زانج وكان عامل لها مفاجاه علشان يعوضها عن اللي حصل في عيد ميلادها، وبيحتفلوا سوا واللحظه دي بتفرحها جدا. تاني يوم زانج بيقابل البنت الغنيه وبتديله فلاشه فيها اسرار العيون الذهبيه، بس بتحذره وبتقول له ان استخدامها ليه اعراض جانبيه خطيره، وبتحكي له ان اول شخص استخدمها فقد كل حواسه وبقى مجنون. وزانج بيبدا يخاف، ولما بيفتح الفلاشه على اللابتوب بيلاقي كلام حقيقي، وبيفتكر كل اللحظات اللي حس فيها بصداع ودوخه وعمى مؤقت، وبيبدا يقلق اكتر. بيرجع بيته مع مو وبيلاحظ ان الاكل ملوش طعم واصحابه كانوا حاسين بحاجه غلط، لكن الغريب ان زانج الوحيد اللي كان بياكل عادي، وبيكتشف انه بدا يفقد حاسه التذوق. صاحبه هونج بيبدا يشك ان عنده مشكله صحيه، ولما بيدوروا في شنطته بالصدفه بيلاقوا مذكره العين الذهبيه، وبيعرف ان زانج مخبي حاجه. بيروح يواجهه وزانج بيضطر يحكي له عن قوه العيون الذهبيه وانه اتصف في عينه بالصدفه، وصاحبه هونج بيتفاجئ وبيحسده على القوه دي، لكن زانج بيحذره من الاعراض الجانبيه وبيقول له انه ممكن يفقد حواسه او يموت. بيتصالحوا وبيحضنوا وهم بيعيطوا، وبيقول له انه هيلاقي له علاج. ومو كانت واقفه بره وسمع كل حاجه. تاني يوم البنت الغنيه بتقابل زانج وبتقول له انها عاوزه تكفر عن اللي عملته، وبتدي له اسم شخص ممكن يساعده، راجل اعمال ياباني معروف مفيش حد بيقابله بسهوله. بيرجع زانج وبيقعد مع اصحابه هونج ومو وبيحط خطه. بيتنكروا على هيئه اغنياء وبيروحوا متحف مشهور، وهناك بيشوفوا مساعد راجل الاعمال وكان بيشتري لوحه غاليه. فزانج بيستخدم قوته وبيقول ان اللوحه مزيفه وبيبهر الكل بموهبته. المساعد بينبهر وبيعزمه
بيعزمه عنده في البيت، وهناك زانج بيطلب يقابل راجل الاعمال، لكن بيقول له انه لازم يساعده في مهمه الاول. بياخدهم لخزنه سريه تحت الارض، ولما بيفتحوها بيلاقوا جوهره على شكل عين. زانج بيستخدم عينه وبيعرف انها مصنوعه من نيزك نادر، بس فجاه بيجيله صداع فظيع وبيصرخ من الالم. فجاه بيبدا عد تنازلي وبيتقفل باب الخزنه عليهم، وبيقتحم المكان 2 مقنعين وبيسرقوا الجوهره، لكن مو بتفوق وبتتخانق معاهم وبتنجح تضربهم وبتهرب. زانج بيفوق وبيجري وبيستخبوا في اوضه، لكن واحد من المقنعين بيدخل وبيهددهم بالمسدس. زانج بيبص في عينه وبيعرف انها البنت الغنيه، كانت لابسه قناع وكل ده طلع جزء من خطتها، وبيقول لها انها استغلته للمره الثانيه، بس هي بتعتذر له وبتسيبه وبتجري. زانج بيتصدم وبيعرف انه اتخدع تاني. بيرجع لصاحبه وبيحكي له اللي حصل. بيقرروا يقبضوا عليها، وبيوافق راجل الاعمال الياباني يساعده في المقابل انه يرجع له الجوهره. زانج بيوافق وبيحط خطه، وبيتوقع انها هتهرب على المطار، وبيروحوا هناك فعلا. ولما بيوصلوا توقعهم بيطلع صح وبيحاصروها وبيطلبوا منها ترجع الجوهره، لكن الحارس بتاعها بيكون لابس متفجرات وبيهدد بتفجير المكان. بس سكرتيرة راجل الاعمال بتتحرك بسرعه وبتضربه بالنار، وبيقبضوا عليها وبيرجعوا الجوهره. واخيرا راجل الاعمال بياخد زانج لمكتبه وبيوفي بوعده، وبيوري له صوره قديمه لوالده، وبيقول له انه كان راجل فقير وبيشارك في بعثه اثريه، وهناك اكتشف العين الذهبيه. ولما رجع اتغير بقى ذكي وجمع فلوس كتير، بس بعد شويه بدا يتعب، صحته باظت وفقد حواسه ومات. والابن اللي هو الراجل الاعمال الياباني قرا مذكراته، عرف ان السر كله في العين الذهبيه اللي غيرت حياه ابوه ودمرت حياته كمان. وبيصدق زانج كلامه، وبيعرف ان هو كمان حياته في خطر، وبيسال لو يعرف طريقه يوقف بيها الاعراض الجانبيه. فبيقول له راجل الاعمال ان في معبد بوذي في الصحراء ممكن يلاقي فيه الاجابه، بس مفيش حد يعرف مكانه بالظبط، ولازم يروح بنفسه ويستخدم عينه علشان يقدر يوصل له. وبيقول انه مستعد يساعده ويوفر له كل حاجه هيحتاجها. زانج بيرجع لاصحابه وبيحكي لهم اللي عرفه من راجل الاعمال، وبيبقى خايف وحاسس باحباط. مو بتحاول تطمنه وبتقول له انها هتفضل جنبه لحد ما يوصل للمعبد ويلاقي علاج للاعراض الجانبيه. وتاني يوم بيبداوا رحلتهم وبيروحوا للصحراء، والحارس بياخدهم لواحد صاحبه عايش في الجبل. الراجل بيرحب بيهم، ولما زانج بيساله عن المعبد بيقول له انه عايش هنا بقاله 20 سنه وما يعرفش حاجه عن المعبد ده. لكن زانج مش بيستسلم وبيضغط عليه وبيقول له انه يبقى دليلهم ويدور معاهم، بس الراجل بيعرفهم انه كبر في السن وما بقاش قادر. وفجاه ابنه بيدخل عليهم وبيعرض عليهم يروح معاهم، بس ابوه بيرفض بحجه انه لسه صغير وما عندوش خبره وممكن يتوه، بس كان باين عليه انه مخبي حاجه. زانج بيحبط، لكن مو بتطلب منه ما يفقدش الامل، وبتديله جهاز علشان تقدر تعرف مكانه لو تاه. بالليل بتحصل عاصفه رمليه كبيره، فبيستخبوا في البيوت. وتاني يوم بيكتشفوا ان ابن الراجل مش موجود، وبيعرفوا انه كان بره وقت العاصفه، فبيطلعوا يدوروا عليه في كل مكان، وبيفضلوا ماشيين ورا اي اثر. زانج بيلاقي سلسله الجمل بتاعه وبيعرف انه قرب منه. بيفضلوا ماشيين ورا الاثر لحد لما بيلاقوه واقع على الارض مغمى عليه. بيجري عليه وبيفرح انه لسه عايش، بيدوله ميه وبياخدوه وبيرجعوا بيه البيت. ابوه بيشكر زانج علشان انقذ حياه ابنه، وساعتها بيقرر الراجل يقول لهم الحقيقه. بيحكي لهم ان من 20 سنه تاه في الصحراء، وفضل ماشي لحد لما شاف معبد قديم. دخل يستكشفه، لقى تماثيل كتير وكلام مش مفهوم، لكن فجاه حس ان المعبد بيتهد واضطر يخرج منه. ولما صحي تاني يوم اتفاجئ ان المعبد اختفى، ومن ساعتها مش عارف مكانه. زانج بيفكر في كلامه وبيطلع الخريطه وبيطلب منه يحدد له المكان اللي شاف فيه المعبد، وبعدها بيبدا يعمل ابحاث عن الظاهره الغريبه دي، وبيتصل بالاستاذ وبيساله عليها. فالاستاذ بيقول له انه بسبب اكتمال القمر بتحصل حركه مد وجزر في الرمل، وممكن المعبد يكون مدفون ويظهر في اليوم ده. فبيقرر زانج يستنى اليوم اللي هيكتمل فيه القمر، لانها الفرصه الوحيده اللي المعبد ممكن يظهر فيها. ولما بيجي الميعاد زانج وفريقه بيبداوا رحله في الصحراء، رغم ان الطريق صعب وخطير بيقرروا يخاطروا بحياتهم علشان ينقذوا زانج. بيركبوا الجمال وبيفضلوا ماشيين وسط الصحراء، لكن بيكتشفوا ان الميه اللي معاهم خلصت. وصاحب زانج بيستغرب لانه متاكد انه كان ماليها بالليل، فبيشك ان في حد عمل كده عن قصد. زانج بيزعل لان الحل الوحيد وقتها انهم يرجعوا، بس لو رجعوا مش هيلحقوا الليله اللي هيكتمل فيها القمر. لكن صاحبه هونج ومو بيرفضوا يرجعوا، وبيقرروا يكملوا طريقهم على امل يلاقوا مصدر ميه. وفعلا بيكملوا رحلتهم، بس بيبدا التعب يظهر عليهم بسبب الشمس والميه القليله، لحد ما بيشوفوا بير ميه قدامهم. بيجروا عليه وفرحانين وبيبداوا يشربوا وبيملوا الازايز، لكن فجاه بيحسوا بدوخه وبيقعوا نايمين على الارض. وبيطلع ان مساعد البنت الغنيه حط منوم في الميه، لان هو كمان هدفه يوصل للمعبد. بيركبوا العربيات وبيفضلوا يدوروا على المعبد. ولما بيوصل الليل زانج بيفوق وبيفتكر اللي حصل، بيصحي اصحابه وبيعرفوا ان في حد حاول يعطلهم، فبيقرروا يكملوا طريقهم وسط العاصفه. وبيقدروا يوصلوا للمعبد وهم مش عارفين ان العصابه جوه مستنياهم. الدليل بيحذرهم لازم يخرجوا من المعبد قبل شروق الشمس والا هيدفنوا جوه، فبيستناهم بره مع الجمال. وزانج واصحابه بيدخلوا وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لباب مقبره مقفول. بيستخدم زانج قوته وبيفك الشفره،
وفعلا الباب بيتفتح بس فجأة بتظهر العصابة، كانوا مستخبيين ومستنيين زانج يوصلهم للمقبرة. مو والحارس بيحاولوا يقتلوهم وبيضربوا عدد كبير منهم، بس مساعد البنت الغنية بيهددهم بالمسدس، وزانج بيطلب منه ما يأذيش حد وبيقنعه انه هيساعدهم يوصلوا للمقبرة بأمان، وبيوافق يمشي معاهم. لكن اول ما بيلاحظ فرصة زانج بيرمي عليهم قنبلة دخان وبيهرب مع اصحابه. بيوصلوا أوضة سرية مليانة تماثيل، وزانج بيستخدم قوته وبيلاحظ ان في حفرة تحت التمثال. بينزل هو واصحابه وبيلاقوا خريطة جوه بتدل على المقبرة الرئيسية لأول شخص امتلك العيون الذهبية، وبيفهموا ان العصابة كمان كانت بتدور على المقبرة دي علشان تعرف سر صناعة العين وتستغلها. بيقرروا يهربوا لكن العصابة بتمسكهم وبتاخد منهم الخريطة وبتسيبهم جوه المعبد علشان يدفنوا فيه. في آخر لحظة الدليل بيدخل وبيفك أسرهم. بيخرجوا قبل ما المعبد ينهار وبيدفن تحت الرمل بسبب العاصفة. بيرجعوا لبيت صاحبه محبطين لأن الخريطة اتسرقت، بس زانج بيضحك لأنه استخدم عيونه الذهبية وقدر يحفظ الخريطة من أول نظرة وخزنها في دماغه. بيبدأ يرسمها تاني علشان يعرف مكان المقبرة، بس فجأة بيحس بصداع وبتبدأ أعراض العين تظهر عليه وبيبدأ يفقد الذاكرة. في نفس الوقت البنت الغنية بتحاول تحلل الخريطة اللي عندها علشان تسبقهم وتوصل للمقبرة، وبيجي شخص غريب يقابل زانج وبيديله قطعة أثرية وبيقول له إنها اتورثت في عيلته من مئات السنين. زانج بيستخدم قوته وبيعرف إن القطعة دي من نفس المقبرة اللي بيدوروا عليها، وبيعرف إن الشخص ده من نسل أول واحد كان معاه العين الذهبية وبيكمل بيها الخريطة. وبيعرف مكان المقبرة وبيفرح وبيقول لأصحابه. بيتحركوا للمكان اللي في الخريطة، بس لما بيوصلوا مش بيلاقوا أي حاجة. بيلاقوا نفسهم دخلوا وادي بين الجبال، وهناك بيكون البنت الغنية بتراقبهم هي والعصابة لأنهم عارفين إن زانج هو المفتاح. مساعدها بيحاول يقتل زانج لكنها بترفض لأنها بتحبه، فبيضطر يحط لها منوم في المية وبيحبسها في خيمتها، وبيبعت رجالته يقبضوا على زانج. بيضربوا عليه سهام لكن كان أذكى منهم، وبيهرب هو وأصحابه في الصحراء. البنت الغنية بتمثل إنها تعبانة وبتضرب الحارس وبتخرج. أما زانج فبيوصل للمكان اللي المفروض فيه المقبرة، لكن مش بيلاقوا غير ساعة شمسية غريبة وتحتها كلام بالصيني القديم. بيعرف إنه لازم يحل اللغز علشان يوصل للمقبرة، وبيبدأ يستخدم ذكائه ويفك الرموز. بيكتشف إن الساعة هي المفتاح وبيحرك العقرب بتاعها، وفجأة بيظهر قدامه باب من الرمل، باب المقبرة. بيفرحوا وبيستعدوا يدخلوا، بس فجأة البنت الغنية بتحذر زانج إن العصابة ناويين يقتلوه. الكل بيشك فيها، لكن زانج بيحس إنها صادقة وبيسمح لها تدخل معاهم. مو بتحذرها إنها لو خانتهم هتندم. بيدخلوا المقبرة وبيلاقوا جثث ناس حاولت تسرق الكنز وفشلت لأن المقبرة عبارة عن متاهة، وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا للمقبرة الحقيقية. بس زانج بيتفاجئ إن عينه الذهبية مش شغالة. بيحاول أكتر من مرة بس بيفشل وبيحس بالتعب، وبيفهم إن ده اختبار ليه، وبيقرر يستخدم ذكائه وبيفك الرموز والشفرات اللي على الأبواب، وبيبدأ يستبعد 6 أبواب. في نفس الوقت العصابة اللي كانت بتطاردهم وصلت وكان فاضل بابين بس. زانج كان لازم يقرر بسرعة يدخل أنهي باب، بس كان متردد وخايف لأن واحد منهم أكيد فخ. وفجأة صاحبه هونج بيقرر يضحي بنفسه وبيدخل باب منهم. الكل بيقف مكانه مرعوب، لكن لحسن الحظ الباب اللي دخل منه كان هو الصح، فبيفرحوا وبيدخلوا وراه. لكن العصابة كانت خلاص قربت، والبنت الغنية قررت تضحي بنفسها. دخلت الباب التاني علشان تضلل العصابة. فعلا العصابة دخل وراها، بس للأسف الصخور انهارت عليها والمكان اتقفل. زانج بيقف مصدوم وبيحس إنها فعلا ضحت بنفسها علشانه. بيبص في الأرض وبيقول لنفسه هي كانت بتحبني فعلا، وبيقرر يكمل طريقه علشان يكتشف سر العين الذهبية وعلشان يلاقي جثتها ويكرمها. بس اللي محدش كان يعرفه إن المساعد بتاعها لسه عايش، قدر يخرج من تحت الأنقاض وناوي يكمل طريقه لوحده. أما زانج فبيكمل ماشي لحد لما بيوصل لأوضة مرسوم على حيطانها الرموز على شكل عيون. فجأة بيبدأ يهلوس وبيشوف شخص شبهه بيكلمه وبيقول له قربت توصل وهتعرف كل حاجة انت بتدور عليها. زانج بيتقدم وبيدخل أوضة وبيلاقي تابوت قديم، بيعرف إنها المقبرة الرئيسية لأول شخص حصل على العين الذهبية. بيفتح التابوت وبيلاقي هيكل عظمي، وبيكتشف إن في فريق أثري دخل المكان ده من 20 سنة. وبيبدأ يقرأ الرموز اللي على التابوت، وبيكتشف إن القصة الحقيقية للعين أول واحد حصل عليها كان جندي في الجيش من حوالي 2000 سنة. وفي يوم وهو في معركة حصل رعد وبرق واتصعق بصعقة قوية أغمى عليه بسببها، ولما فاق لقى عينه اتحولت للون الذهبي. ومن ساعتها قدر يشوف حاجات غريبة زي كنوز مدفونة تحت الأرض، وفعلا حفر ولقى الكنز اللي شافه، وبقى من أغنى أغنياء المدينة هو ومراته. بس بعد النعيم بدأت تظهر عليه أعراض جانبية، دوخة وصداع وفقدان تدريجي للحواس. لف على كل الأطباء محدش عرف يعالجه، وبدأ يحس إن نهايته قربت. بس زانج بيلاحظ إن في جزء من الكلام ممسوح، لكن بيلاقي تاريخ ميلاده ووفاة صاحب المقبرة، وبيتفاجئ إنه عاش 120 سنة. ده معناه إنه لقى علاج للأعراض الجانبية. وبيفهم زانج إن في حد مسح الكلام ده عن قصد علشان محدش يعرف السر، وبيضطر يخرج من المقبرة. بيمشي لحد ما يوصل للصحراء، بيتصل بيه رجل الأعمال وبيطمنوا عليه. زانج بيطلب منه يبعت ناس تستخرج جثة البنت الغنية لأنها ضحت بحياتها علشانه. وهو واقف في الصحراء
الصحراء بيفضل يفتكر كل لحظة عاشها معاها وحاسس بالذنب لأنه السبب في موتها. مو بتحاول تخفف عنه وبتديله أمل إنه يقدر يخلد ذكراها. في اللحظة دي بيوصل الخبر لأبوها وبيدخل أوضتها وبيمسك صورتها وعينه مليانة دموع لأنه حس إنه هو السبب في موتها برضه لما سابها تروح تدور على المقبرة. بعد كده زنجي وأصحابه بيكملوا مشي في الصحراء وبيلاقوا مقبرة جديدة وبيكتشفوا إن المدفونين جواها هم فريق العلماء اللي دخلوا المقبرة من 20 سنة. وفجأة زنجي بيفتكر إن جده كان من ضمن الفريق ده. بيستخدم قوته وبيلاقي كتاب مدفون تحت قبر جده ولما بيقراه بيكتشف سر رهيب. جده كان قائد الفريق الأثري وكان معاه أبو رجل الأعمال الياباني اللي زنجي قرا مذكراته قبل كده. وبيحكي في الكتاب إنهم قدروا يوصلوا للمقبرة وفتحوا التابوت لكن حصل انفجار غريب ومات ناس كتير بس جد زنجي نجا وشال أبو رجل الأعمال اللي اتصف عينه وخرج بيه. مشوا في الصحراء أيام لحد ما المية خلصت وكانوا على وشك الموت من العطش لكن فجأة أبو رجل الأعمال بدأ يظهر عليه أعراض غريبة وفجأة عينه اتحولت للذهبي وشاف في وسط الرمل بير مية مدفون تحت الأرض. استغرب الجد من الكلام وفضل الجد يحفر في الأرض وهو مش مصدق وفعلا لقى مية. في الأول افتكرها صدفة لكن بعدها أبو رجل الأعمال استخدم عينه الذهبية تاني وقال إنه شايف كنز مدفون في الأرض. الجد حفر واتفاجئ لما لقى ذهب. ساعتها وقف مذهول مش فاهم ازاي ده بيحصل وقرر يوثق كل حاجة حصلت وبدأ يكتب المذكرات لكن الطمع بدأ يسيطر على المساعد بتاعه ولما شاف قدرة العين الذهبية اتجنن. هددهم بالسلاح وكان عاوز يقتلهم علشان ياخد العين. الجد ضحى بنفسه ولفت انتباهه علشان يدي فرصة لأبو رجل الأعمال إنه يهرب. بنرجع لزنجي وهو بيخلص قراية المذكرات وكان مصدوم وبيفكر مين اللي قتل جده وبيستنتج إن الشخص ده هو الوحيد اللي يعرف علاج الأعراض الجانبية لأنه كان معاهم وشاف كل حاجة وبيقرر يدور عليه. بعدها بنشوف رجل الأعمال في المستشفى وبنتفاجئ إن البنت الغنية لسه عايشة ولما بتفوق أول حاجة بتسأل عنها هو كويس هو لسه عايش. فبيقول لها رجل الأعمال صاحب زنج أيوه هو بخير. بتفرح بس بتطلب منه ما يقولش لحد إنها لسه عايشة لأنها قررت تبعد عن شغل أبوها وتبدأ حياة جديدة في سلام. زنج بيرجع المدينة وبيقابل رجل الأعمال الياباني وبيخليه يقرا مذكرات جده. رجل الأعمال بيتفاجئ وبيقول له أبويا عمره ما قال لي إن في شخص تالت كان معاهم لكن اللي نعرفه إنه غير اسمه ومحدش يعرف هو مين. زنج بيحبط والأعراض بتبدأ تزيد وبدأ يحس إن نهايته قربت. زنج بيقرر يقابل أستاذه القديم اللي كان صديق جده المقرب وبيحكي له كل اللي حصل له وبيقول له العين الذهبية مش أسطورة أنا شفت بعيني هي بتيجي للأشخاص لو تعرضوا لصدمة ضوئية زي صعقة أو ضوء غير طبيعي. الأستاذ بيتفاجئ من الكلام وبيقول له الموضوع ده خطير بس قابل للتصديق. زنج بيوري له صورة الفريق الأثري وبيسأل عن المساعد لكن الأستاذ بيقول له كل العلماء اللي في الصورة ماتوا ممكن الشخص اللي بتدور عليه هو اللي كان بيصورهم. بنرجع للبنت الغنية وهي في المستشفى. الممرضة بتقول لها لازم تبدأي علاج طبيعي لكن هي كانت فاقدة الأمل ومحبطة نفسيا. فجأة بيدخل عليها رجل الأعمال صاحب زنج وبيديها جواز سفر وهوية جديدة وبيقول لها هتسافر اليابان وتبدأي من جديد بعيد عن شغل أبوك ومشاكله. بتفرح وبتشكره وبتبدأ العلاج الطبيعي. في نفس الوقت مو بتبدأ تجمع معلومات عن الشخص المجهول وبتعرف إنه كان طموح وقوي وساب قريته وهو عنده 15 سنة علشان يبقى غني ومن وقتها اختفى. وبعد ما البنت خلصت العلاج خرجت من المستشفى وقررت تدور ورا حياة أبوها وهي في طريقها قابلت قاتل مأجور وقال لها مفاجأة مدمرة أبوها الحقيقي مات من زمان وإن راجل الأعمال اللي كانت فاكراه أبوها هو اللي استأجره يقتل أبوها المنافس بتاعه وخطف بنته ورباها على إنها بنته واستغلها طول العمر. وهنا بتتغير ملامحها وبتتقرر إنها تنتقم. البنت الغنية بتروح البيت وبتحط أجهزة تجسس في مكتب أبوها علشان تحاول تمسك عليه دليل خصوصا بعد ما شكت إنه متورط في اللي بيحصل. في الوقت ده الشرطية بتكتشف إن الشخص اللي بيدوروا عليه ليه علاقة بأبو البنت وبتروح الضابطة تواجهه لكن بينكر وبيقول لها أنا صاحب مصنع مجوهرات وبتعامل مع تجار كتير ومعرفش أي حاجة عن الشخص اللي أنت بتدوري عليه. مو بتخرج من عنده وهي مش مقتنعة وحاسة إنه مخبي حاجة. وبعد ما بتمشي أبو البنت بيتصل بشخص مجهول وبيقول له الشرطة بدأت تشك لازم نتصرف بسرعة. البنت بتكون سامعة المكالمة وبتقرر تراقبه بنفسها. بتتنكر في لبس موظفة وبتدخل المكتب تتجسس عليه وهناك بتشوفه قاعد مع شخص مجهول بس للأسف ما بتقدرش تشوف وشه لكنها بتسمعهم وهم بيتفقوا على الخطة لازم نخطف الولد علشان نكمل اللي بدأناه. البنت بتفقد أعصابها وبتقرر تواجههم بتهجم عليه وبتحاول تطعنه لكن الحراس بيمسكوها وهو بيكون مصدوم إنها لسه عايشة. بتصرخ فيه إنها مش بنته هي كانت عايشة في كذبة وعرفت الحقيقة. بيرد عليها ببرود وبيقول لها لازم تخرسي ما ينفعش تخربي كل اللي بنيناه وبيأمر رجالته يقبضوا عليها. من ناحية تانية راجل الأعمال بيعرف اللي حصل وبيتفق مع زنج إنهم لازم ينقذوها وبيحطوا خطة. بالليل بيعملوا كمين لعربية العصابة. في نفس اللحظة الحارس الخاص بزنج بيهجم على العربية وبيشتبك مع رجالة العصابة وفعلا بيقدروا يهزموا عدد كبير منهم. بيفتح شنطة العربية وبيلاقي البنت الغنية مربوطة جواها. بياخدوها وبيرجعوا بيها لزنج واللي أول ما بيشوفها بيحضنها وهي بتعيط وبتعتذر له على كل حاجة وبتحكي له كل اللي عرفته عن أبوها. بتمشي معاها لقسم الشرطة وهناك بتوصف للضابطة شكل الشخص اللي شافته
حكيته مع ابوها وبتقول انه كان راجل كبير في السن وصوته مش غريب عليها خالص. الظابطه بتقرر تروح للقسم وتعمل محضر وزانج بيروح معاها، لكن وهم خارجين فجاه عربيه بتظهر بسرعه وكانت هتخبط زانج. مو بتزقه بعيد والعربيه بتخبطها هي. لحسن الحظ اصابتها بتكون بسيطه، لكن واضح ان في حد حاول يخلص منها. زانج بياخدها للمستشفى وبيفضل جنبها حاسس بالذنب وحاسس ان كل اللي حواليه بيتاذوا بسببه، وبيقرر ان لازم اخلص القصه دي ولازم اعرف مين اللي قتل جدي. بيروح يقابل ابو البنت وبيقول له انا هسلمك العين بس في مقابل حاجه واحده، قول لي مين قتل جدي. وبيبقى ناوي يعطله على ما يكملوا خطتهم لانقاذ البنت ومو. في نفس الوقت البنت الغنيه بتدخل المكتب السري لابوها وبتقدر تفتح الخزنه وبتجمع كل الادله اللي بتثبت تورطه، بس ما بتاخدش بالها انه بيراقبها بالكاميرا وبيفهم انه اتخدع وبيقرر يتحرك فورا. في المستشفى مو بتفوق وبتطلب من زميلها يتبع موبايل زانج وبتخرج بسرعه رايحه له. البنت الغنيه بتستخبى في المكتب وبتعمل كمين لابوها، ولما بيدخل يطمن على الفلاشه اللي فيها الادله بتظهر من وراه وبتهدده بالسكينه وتطلب منه يخليهم يفتحوا الباب فورا. رجالته بيوافقوا بس فجاه بتسمع ان زانج اتخطف فبتضطر تسلمه الفلاشه علشان تحاول تنقذه، لكن قبل ما تهرب مو بتوصل وبتهددهم بالمسدس وبتاخد الفلاشه وبتطلب منهم يسلموا نفسهم. لكن في اللحظه دي العصابه بتوصل وبتبدا معركه كبيره. ابو البنت بياخد البنت رهينه وبيهرب بيها بالعربيه، ومو بتروح تطمن على زانج وبيعرفها انه مش هيرتاح غير لما ياخد حقه وينتقم. بيرجع يجتمع مع رجل الاعمال وبيقول له ابوها مش هيستسلم، هيحاول يسرق العين باي طريقه. وفعلا بتطلع توقعاته صح، العصابه بتحاول تسرق العين من خزنه الفندق، لكن الشرطه كانت محضره لهم كمين وبتبدا مطارده بالعربيات. بيهربوا لكن واحد من افراد العصابه بيعمل حادثه وبيموت. بيغضب زعيم العصابه وبيتصل بالمجرم المجهول وبيقول له اللي حصل. زانج بيقرر يروح لاستاذه يمكن يقدر يساعده ويفهم اللي بيحصل، لكن بيرفض يفتح له وبيقول له انه تعبان وخايف يعديه وبيطلب منه يسيب الادله عند الباب. تصرفاته بتكون غريبه وده بيخلي زانج يشك ان في حاجه مش طبيعيه، وفعلا بيكون الاستاذ متهدد من العصابه وهم اللي اجبروه يتصرف كده. وبعدها زانج بيتصدم لما زعيم العصابه بيتصل بيه وبيقول له انه خطف استاذه ولو عاوزه يرجع له بسلام لازم يسلم المذكرات والادله اللي فيها سر العيون الذهبيه. زانج بيتوتر بس بيوافق علشان ينقذه، ولما بيروح يسلمهم كل حاجه الشرطه بتكون محاصره المكان، لكن زعيم العصابه بيهدد زانج بالسلاح. وهنا الاستاذ بيضحي بنفسه وبيقف قدامه علشان ينقذه. في اللحظه دي الشرطه بتضرب نار على الزعيم وبتقتله. زانج بيكون فرحان انه انقذ استاذه، لكن الصدمه بتيجي لما البنت الغنيه بتكتشف ان الزعيم كان مربيها وهي صغيره، وبتبص في عصاه وبتلاقي فيها جهاز تسجيل وبتسمع تسجيل خطير. استاذ زانج بيكلم ابوها وبيخططوا يخطفوا زانج وياخدوا منه المذكرات، وبتفهم ان كل ده كان فخ وانه الاستاذ هو المجرم الحقيقي. بتروح لزانج وبتحكي له كل حاجه وبتوري له التسجيل، وهنا زانج بيتاكد انه استاذه هو اللي قتل جده. ولما بيروح يدور عليه بيكتشف انه هرب وسافر اليونان وساب السكينه اللي قتل بيها جده كدليل اخير. زانج بيقع في اكتئاب وصاحبه هونج بيحاول يخفف عنه، لكن مو بتيجي تقول له انه استاذه فعلا سافر اليونان وبتطلب منه ينسى فكره الانتقام، لكنه بيرفض وبيصمم يسافر وراه وبيقنع اصحابه يساعدوه، وبيقرروا يعملوا فخ عن طريق عرض بيع عين مزيفه. الاستاذ بيشوف الاعلان وبيبعت رساله يطلب فيها يقابل صاحب الاعلان لوحده اللي هو زانج، وزانج بيروح فعلا، لكن مو والحارس بيراقبوه من بعيد. ولما بيوصل العصابه بتكون مستنياه وبيخطفوه، لكن مو بتلحقهم في اخر لحظه وبيفلت. حالته بتتدهور اكتر والاعراض الجانبيه للعين بتزيد، وسكرتيره راجل الاعمال بتقول له ان مكانه انكشف ولازم يغيره، لكن بيتعرض لكمين تاني ومو بتحاول تحميه بس بتتصاب والعصابه بتخطفه تاني. الاستاذ بيظهر وبيعترف له بكل جرايمه، انه كان عايز العين الذهبيه من البدايه، وانه زرع الجاسوسه السكرتيره اللي كانت دايما بتساعد زانج تخدره، وبيخطف دكتور علشان يعمل عمليه ويزرع له العين. لكن مو بمساعده صاحب زانج بيمسكوا زعيم المافيا وبيهددوه وبيعترف بمكان العمليه، وفي اخر لحظه بيوصلوا قبل ما يبداوا، بس الاستاذ بيهددهم بالمسدس وبتتدخل مو بتضرب عليه وبيقع على الارض. بعد ما بيرجعوا زانج بيقرر يعمل عمليه ويتخلص من العين الذهبيه، رغم ان ده معناه انه هيفقد قدرته للابد. بيحلم بالشخص الاول اللي امتلك العين وبيقول له ان الطريق الوحيد للنجاه هو انه يتخلص منها. تاني يوم بيعمل العمليه وبتعترف له مو بحبها، بتستناه بره اوضه العمليات، بس بنكتشف ان السكرتيره هربت الاستاذ ودخلته اوضه العمليات التانيه وكانت مجهزه عين مزيفه، لكن جسم الاستاذ بيرفض العين وبيفضل يتشنج والعمليه بتفشل وبيموت، والسكرتيره بتنهار وبتبلغ المافيا باللي حصل. وبيخلص المسلسل على كده. ما تنساش تضغط على الاعجاب وتشترك بالقناه وتفعل الزرار بتاع الجرس، ولو عندك اي ملخص او اي مسلسل عاوزنا نلخصه اكتبه في التعليقات. سلام.